ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. والنهارده معايا فيديو جديد وروتين جديد. ما تنسيش تعمل لايك الفيديو ده، ولو مش مشتركه انزلي دلوقتي حالا اشتركي في القناه عشان يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله. بجد وحشتوني يا حلوين. اعملوا لايك الفيديو ده ويلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه في يومنا النهارده. هنعمل بصوا اكله جميله حلوه قوي مميزه، فتعالى نبدا كده في المطبخ مع بعض. يلا بينا. حطيت طماطم كده عشان هنشوي ايه، لحمه خلاص. فتعالى بقى كده في السريع قطعنا كمان طماطمايه حلوين يكونوا ايه حمرا كده عشان يدونا لون حلو، وبصلايه كده متوسطه، وكمان واحده مرقه، وحبه ملح، وهنحط فلفل اسود. دي هنتبل كده ايه اللحمه خلاص. وهنحط كده بهارات لحمه، نحط معلقه كده ايه مليانه كبيره. دي التتبيله بتاعت ايه اللحمه اللي هنعملها النهارده خلاص. هجيب كمان دبس رمان وصويا صوص، واحط حبه حلوين كده علشان عايزه اللحمه تطلع ايه غامقه كده ومشويه واللون بتاعها حلو يعني. خلاص هو ده اللي بيطلع لون اللحمه او الفراخ حلو. هقفل كل الحاجات دي وارجعها كمان مكانها التلاجة. وهبدأ ان انا شايفين الشفشق ده احطه كده وفي الكهرباء وافرم واخلط كل الكلام ده مع بعض. خلطته كده وجبت اللحمة وبدأت ان انا اشطفها عقبال ايه ما الخلاط بقى يخلص كده. فقلت ايه اشطف اللحمة يعني. بص اللحمة متقطعة ومتظبطة ومتشرحة يعني عشان التتبيله ايه تاخد فيها وكده. خلاص حط بقى كل اللي انا عملته ده كده على التتبيله. عايزاها ايه اللحمه عايمه في التتبيله، فاهمني؟ علشان تشرب منها كويس جدا. خلاص ظبطتها كده. هركنها بقى على الرخامه واغطيها بالبلانشه كده، وتعالى نشوف هنعمل ايه تاني. بصوا بقى هنعمل كفته. كفته مشويه بطرب. ده طرب ده كده إيه لما بتروحي بتشتري كده ايه، تقول له عايزه طرب كده من عند الجزار، جيت طرب. خلاص هنا كان عندي دهون تانية غير الطرب يعني، بخليها لما بتبقى جاية مع اللحمة يعني بحطها في التلاجة في الفريزر اقصد، وابدا ان انا اجمع كده. ولما اجي افرم لحمة زي كده ابدا ان انا احط ايه كمية الدهون مناسبة يعني على اللحم. حطيت ايه بهارات كفتة، وحطيت ملح وفلفل اسود بس، محطيتش اي حاجة تاني. بس اللحمة دي كانت جاية اللي هي اللحمة مجمدة مش من عند الجزار خلاص. وجبناها يعني لما قلت لجوزي جيبها جاب لي لحمة اللي هي بتبقى معمول منها ايه لحمة مش من عند الجزار، مش شركات يعني اللي هي بيتعمل لها برجر وكفتة والكلام ده. فما كانتش حلوة قوي بصراحة اللحمة. لا انصحك يعني بما ان انت هتعملي وتكلفي لا تجيبي لحمة من عند الجزار. بس انا ما قلت له جاب لي اللحمة دي فانا عملت بيها يعني. خلاص فرمت كده بصلة وكام يعني حبة كزبرة وشبت وبقدونس خضر كده كان عنده في الفريزر، وبدأت ان انا اعجنها كويس جدا. بس اللحمة كانت حلوة وهي بعملها كده، بس لما جيت اسويها كانت طعمها مش حلو بصراحة. محسيتهاش لحمة زي بتاعة الجزار، لا اللي هي بتيجي منها الكفتة الجاهزة والبتاع. بس انا نسيت ان انا اوريكم الكيس بتاعها يعني عشان محدش يجيب منها بصراحة. خلاص عجنتها كويس بحيث ان اللحمه يعني تبقى متماسكه كده ومديه زي نساير في بعض كده. ليه لا ابدا ان انا اصبعها. بس هي اللحمه نفسها ما كانتش حلوه الصراحه يعني. لو هتعملي كفته بالطريقه دي لا لازم تجيبي لحم من عند الجزار، مع اني حطيت لها كميه دهون حلوه ومناسبه. بس لا. خلاص انا جبت بقى الفرش ده وببدا ان انا اقطعه كده على قد الصباع بتاع الكفته. شايفين ده فرش دهن. في ناس بتحبها من غير مش طرب يعني. بس انا قلت اعملها طرب بقى بما ان نعمل مشويات وكده. بص بلفها ازاي زي صباع المحشي كده وعلى قدها بس كده، وابدا ان انا يعني اشيل ايه بقيه الدهنه. لان الفرش ده بيبقى ايه بيبقى هو خفيف، ممكن تدقيه وممكن حته منه اجزاء منه خفيفه فما يحتاجش دق. خلاص بس بلفها كده بس بحيث ان الدهون دي هتلف عليها ويبقى طعمها حلو يعني. الناس اللي بتحب الاكل دسم او تقيل وكده. هنا بقى كنت ايه بعمل وصلة كده عادي ما هو كله هيسيح في بعضه. خلاص بصبعها كده. وكمان طلعت السياخ بتاعت الشوي اغسلها واوريكم اصبعها بطريقة برضو حلوة. بصوا ده الفرش كده بحطه في مية ليه. هنا بخليه اول ما اطلعه كده من التلاجة او من الفريزر بحطه في مية عشان يبقى طري معايا، يبقى عامل زي كده ايه
المنديل، فاهميني؟ هو منديل اصلا يعني، بحطه كده في ميه بحيث ان هو يبقى طري معايا، يلف معايا ويبقى واخد يعني ايه كميه ميه حلوه طريه. خلاص، بس مش بيشرب ميه، لا بيبقى طري معايا بس. هنا بقى هعمل ايه؟ شايفين السياخ ده الاتنين قد بعض، همسك كده الكفته وابدا ان انا احطها كده واسيخ سخين في الكفته نفسها. خلاص. بص بقى بعملها ازاي، بضغط عليها كده بايدي بالراحه، بتدخل ايه مش من نص، يعني مش من نص الصباع، لا على جنب شويه، والتانية كمان زيها. بصي، احط الاتنين جنب بعض، اوسع كده شويه بحيث ان ايه، بصوا بوسع كده علشان لما تيجي تستوي. خلاص بقى كده بقى سخين وبقى جامدين، اللي هو بحيث ان انا اقلب يمين شويه، بس زي ما قلت كل لحمه بصراحه ما كانتش حلوه. اللحمه دي الكفته اللي انا عملت بيها الكفته. هنا بقى بصوا بوريكم هنا حته تخينه شويه في المنديل ده، اسمه منديل. فرش الدهن ده في ناس بتقول عليه فرش بتاع اللحمه، في ناس تقول عليه منديل. خلاص، في ناس تقول عليه طربول، عليه زي ما انت عايزه. لو في حته سمينه شويه بتدقيها كده، بس انا كانش عندي مدق اللي هو بتاع البفتيك او البانيه او الكلام ده، مش عندي بصراحه، فبدات ان انا ادق بظهر السكينه، يعني اشتغلت يعني عادي. خلاص، عملت الكميه دي كلها كمان، وفي كميه تاني هبدا ان انا هعملها. خلاص، بصوا بلفها كده، لو حاجه زياده بشيلها. الدهن الزياده اللي بشيله ده مش برميه، لا بخليه بحيث ان انا احطه تاني على الكفته. خلاص، يعني بحط تاني لو هعمل عجينه كفته او مثلا عجينه حواوشي. هلف بقى كده، بصوا باخد صباع صغير والف كده، بحطهم كده قصاد بعض على البلانشة بحيث لما اجي احط السياخ يبقى سهل. بس السياخ اللي عندي هم كان دول، فانا عملت بيهم وايه ركنتهم على جنب. خلاص بقى هنا طلعت الصلصه، وهنا بص اللحمه اللي ايه هتتشوي خلاص، طلعت حله بقى كده. هنعمل طبيخ بطاطس، وهنعمل رز بشعريه، وهنعمل طحينه وسلطه، وهنظبط الدنيا. هنا بقى جبت البطاطس كده وقشرتها بعد ما خلصت، وسلت ايديا وبدات ان انا اقطع البطاطس كده. هنعمل طبيخ بطاطس ايه مكعبات. خلاص، جبت كده معلقه سمنه، هنزلها بقى ايه في الحله كده، وهجيب ايه توم، افضيه حبه توم كده بحيث ان انا ايه عملت طبق بطاطس بتوم. خلاص، والصلصه عندي متسبكه وكانت في الفريزر، طلعتها بس اتفكت كده. بصوا اول ما خلاص التومه اتحمرت، نزلت كده بالصلصه. اول بس ما تاخد غلوه وتفك معايا، هنزل بقى بالبطاطس بس كده واسيبها تستوي. سهله وسريعه. وبص طبيخ البطاطس سهل، والولاد بتحبه، اللي هو بيحس بيغرف كده على الرز وياكل بيبقى هو مبسوط. خلاص بقى هنا الطبيخ جينا هنا بقى ايه عايزين ده ايه نشوي اللحم. انا عملت الرز بقى كده وقلت ايه تعالى نشوف بقى انا احط اللحم. بس لون اللحمه عامله ازاي، التتبيله بتاعتها غامقه، فبتطلع اللحمه معاكي غامقه كمان. خلاص، بدات ان انا افرد كده على الشوايه واظبطها بحيث عشان متقعش مني في البتاع. وجهزت الكانون بتاعي، صراحة جوزي هو اللي بيجهز الكانون، لان هو بيحب الشوي، مدمن شوي. رصيت كل كمية اللحم معايا، الشواية اللي عندي دي كبيرة. خلاص، فجبت بقى الكفتة اللي هي مش متصبعة، اللي هي مش في سياخ، وبدأت ان انا احطها كده. بصوا بدأت ان انا ارصها كده جنب بعض. خلصت بقى الكمية دي، هقفل بقى الشواية بتاعتي، والباقيين بقى هعمل ايه بقى اللي هم متسيخين بقى، هحطهم من فوق، احطهم فوق الشواية من فوق بحيث ان الدهون لما تنزل بقى تطفي الفحم وكده، انا عارفه. بس دول الكمية ايه اللي متسيخة، يعني احطها كده من فوق. هي لو هتستوي يعني وهتنزل الدهون على اللحم. خلاص بقى هنا كنا عملنا بقى الشوي والفحم كده، وبدأنا نشوي اللحم. تعالوا بقى ايه سيبكم بصوا بقى الريحة، الله. بجد لما شفت المنظر جعت تاني، مش عارف ايه الموضوع. انا حبيت اصور لكم يومي كده واوريكم ان انا عملت ايه في يومي يعني وكده، بس عايزه اشجع منكم كده، شجعوني لاني بصراحه نايمين خالص معايا، مش عارف ليه، زعلانين مني ولا ايه مش عارفه. والناس اللي دخلت لي بقى على الفيديو اللي فات وبتقولي مش عارفين نعلقلك، معرفش عندي تعليقات مقفوله، بس خير ان شاء الله.
هنا بقى ايه، بصوا طبعا الجيران بقى والريحة، وبصوا الدنيا حر اصلا، في هوا في الروف، والدهون لما بتنزل على الفحم بتعمل دخان جامدة، فبرضو دي كانت عاملة شغل يعني. بس فحبيت اوريكم يوم كده، بس عايزه تشجيع منكم بامانه، محتاجه بصوا زقه كده، زقه منكم كده، زقه. هنا كنت عملت السلطه وعملت الرز وخلصت كل حاجه والطبيخ استوى وكل حاجه بقت مية مية. بدات قلت ايه، ادخل كده اغرف في السلطه في اطباق ازاز عشان بيبقى شكلها حلو يعني في التقديم وكده. فخلاص بقى كده، وعملت كمان الطحينه برضو قلت اغرفهم كده في اطباق ازاز، فعشان ايه مقدمهم وشكلهم حلو في التقديم. خلاص بقى احط كل حاجه كده على الرخامه، وابدا ان انا ايه آه، اظبط الاكل او اجهز يعني. خلاص جبت الاطباق بتاعتي، والرز كمان كان استوى. عملت رز بشعريه، بس طبعا ما عملتوش معاكم في التصوير علشان خلاص بقى احنا حفظنا بنعمل رز بشعريه ازاي وكده. خلاص بصوا هنا بقى ايه، كنت خلصت بقى، بدأت ان انا اغرف الرز، بغرف الاطباق على قد العدد يعني، واللي عايز تاني انا اجيب له. بشيل كده لو في ورقة لوري او حاطة اي منكهات عشان ما يطلعش فيها ورق، او بالذات لو حاطة حبهان كمان في الرز دي بيبقى مشكلة. ف تشيلي الحاجات دي، تاخدي بالك عشان لو عندك ضيف او انت كمان تقريبا لو هتاكلي، او جوزك او الكلام ده، او الولاد، لان ممكن عيل ما ياكلش الاكل خالص بسبب اي حاجة يشوفها في الرز. فورق اللوري انا بشيلها على طول باول باول. شايفين البطيخ اللي جنب التلاجة ده؟ احنا مدمنين بطيخ، يا لهوي لازم يبقى فيه بطيخ لازم. خلاص هنا غرفت بقية الرز وايه، واللي بيتبقى في الحلة بقلب الحلة تقلبتين علشان الرز ما يعجنش لما اجي اسخن، او حد يطلب مني الرز ميبقاش كده مكلكع حتة واحدة، فاهمني؟ بس عرفت بقى الرز كده وخلاص بقى كده ايه، يعتبر انا بقدم الاكل يعني. انا بحط على الرخامه والولاد بينزلوا على الملايه على الارض. خلاص تعالوا اوريكم بقدم الاكل بقى ما استوى. بصوا احنا كنا لسه حاطينه على الرخامه، وبعد كده نحط الحاجه دي كلها على الارض. خلاص هم بيحولوا الرز والحاجات دي. وبكده غرفت بص طبيخ البطاطس، شكله ولونه عامل حلو ازاي، والرز والسلطه واللحمه المشويه طلعت. وخلاص بقى نطلع الكفته دلوقتي. فيا رب الفيديو يكون عجبكم، متنسوش تعملوا لايك الفيديو ده وتشتركوا في القناه لو مش مشتركه، واعملي كومنت حلو زي كده وانا هرد عليكي. وعايز تشجيع منك كده ليا لو بتحبيني عشان قناه تكبر تاني وتاني، واشوفكم في فيديو جديد بصحه وبسلامه وبخير. واقول لكم ايه، يلا باي. باي يا حلوين، باي.